السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض عزومة كده على السريع. انا دلوقتي جوزي كلمني وقال لي انا عازم واحد صاحبي على العشاء، فقلت لا مش هينفع كده بقى، لازم اشرفه. فقلت بقى عشان اشرفه بقى قلت اعمل كده ايه، بانيه وجنبه رز كده وبطاطس وسلطة وطحينة ومخلل وشيبسي. فأكلة بسيطة كده وعزومة كده يعني على الماشي. فإن شاء الله هشرفه وأكيد يعني، وطبعا أنا شرفته زي ما بيشرفني كده عند أهلي، فلازم طبعا أشرفه في كل حتة. يلا شوفنا ايه مع بعض. أنا أول حاجة معايا هنا كده، أهم حاجة التتبيلة بتاعت البانيه بتاعي أو أي فراخ اللي انت بتعمليها. فأنا هعمل دلوقتي البانيه. انا عندي هنا انا بجيب فراخ وبقطعها بانيه. ما بشتريش خالص بانيه، انا اللي بعمله بايدي وانا بقطعه. انا عامله كده زي شرايح وعامله زي الصوابع كده. انا عندي اولادي بيحبوا الصوابع الصغيره دي، بتبقى حلوه قوي في الاكل. انا عندي هنا كده كيلو الا ربع بانيه. قبل اي حاجه وقبل ما تبداي في اي اكل لازم تتبلي البانيه بتاعك عشان يلحق ياخد من التتبيله. انا معايا هنا معلقه ملح ومعلقه سكر. تمام، دي للتتبيله. ومعايا هنا معلقه خل صغيره، هي بس مش باينه خالص عشان هي حاطه خالص معلقه صغننه خالص عشان تضيع الزفره. ومعايا هنا الميه بتاعه البصل، اللي قصدي بتاعه الطماطم، وميه بصل. انا ضاربه البصل واخده ميته والطماطم واخده ميته. ومعايا هنا الكمون وفلفل اسود وسبع بهارات ومعلقه توم باودر، بصل باودر، بابريكا، جنزبيل، اي بهارات عندك حطيها. دي كده دي التتبيله. تمام. معايا هنا بيضتين عشان هنعمل بيهم البانيه، وحبة فلفل اسود صغيرين عشان ريحة الزفارة، دول خليهم برضو في الاخر. معايا هنا بقى ديت بقى اللي احط فيها اللي هي كفرة الكفر بتاع البانيه نفسه. ده الدقيق، ده اللي هعمل بيه الطبقة الأولانية بتاعة البانيه دي كده بجنب. ومعايا هنا حوالي يعني قول يا 5 6 معالق كده دقيق. ومعايا زيهم فيجيتار، كتري زي ايه على حسب الكمية بتاعتك. ومعايا هنا بقسماط ناعم جدا. ومعايا هنا معلقتين نشا كبار. ومعايا هنا معلقة مرقة اللي هي البودر، وحبة ملح، ومعلقة كيك شيف كده عشان ينفش معانا البانيه. تمام. انا اول حاجة كده الاول انا هتبل البانيه بتاعي. انا هحط كده مية البصل اهي، انا ضربها واخده المية بس مش التفل، ارمي التفل. ومعايا هنا برضو مية الطماطم والخل والملح والسكر والبهارات بتاعتنا. بعد كده بقى هقلبه وتسيبيه بقى في التلاجة لحد ما تعملي اكلك كده خالص، وهتعمليه في الاخر. ولو تبلتيها من بالليل هتبقى حلوة قوي قوي. التتبيلة دي يا جماعة بتاعت الشوي، والله التتبيلة بتاعت الشوي تحفة، بتخليها تحفة قوي لو عملتها البانيه تحفة. فكانت مخليه البانيه جميل قوي. ومعايا هنا كيلو الا ربع برضو رز اللي هو البسمتي. اي رز انت حابه تعملي اعمليه. فلازم برضو ابله حوالي نص ساعه على ما التتبيله بتاعتي تاخد التتبيله بتاعتها، والرز بتاعي يتنقع كده، هيقعد نص ساعه. تمام. بعد كده بقى هعمل ايه، هعمل برضو التتبيله بتاعت الدقيق والبقسماط، احطهم كلهم على بعض. انا حطيت الدقيق والبقسماط. ده الدقيق ده خليه اللي هو بتاعت الكفر الاولانيه. انا حطينا البقسماط والدقيق وكل المكونات اللي احنا قلنا عليها والفيشيتار وكيك شيف والكلام ده، وده اقلبه برضو وهركنه. جاهز حاجتك كل حاجه على الرخامه كده عشان ايه تخلصي وقتك على طول. تمام، ادي كده اركنه. ادي الدقيق اللي هعمل الكفر، وبعدين هجيب البيضتين وايه وهضربهم كده احطهم في طبق.
انا حاطهم في طبق كده، الطبق طلع صغير فجبت حاجه واسعه عشان اخد راحتي فيهم لما اجي اعمل البانيه. حطيت البيضتين كده وحبيت حبه الفلفل الاسود، وبعد كده هركنه على المطبخ برضو. اهم حاجه جهزي حاجتك كده على الرخامه، مش ه- ايه مش هتحتاجي وقت يعني، هتخلصي على طول ان شاء الله. تمام كده خلاص، البيض وادي الدقيق وادي البقسماط بتاعنا وادي حاجتنا اهي وادي البانيه خلاص جهز معايا. انا هعمل ايه بقى الاول؟ انا هعمل الكفر الاول اللي هو الدقيق، هبدره بالدقيق الاول. تمام، واحط كده في صينيه جنبي كده، اعمل الكميه كلها عشان ارتاح بعد كده. يعني اعمل الدقيق كده في قلب البانيه بتاعي، وبعد كده اخد برضو من البانيه اعمل في الدقيق، هدن ايه اخلص كل الكميه بتاعتي بالطريقه دي. تمام، اهم حاجه يبقى ايدك تطلعي بايد وتعملي بايد، خلي ايدك التانية للبانيه وايدك هنا ايه للدقيق. ولو نسيتي عادي وعملت ايدك الاتنين عادي، امسحي بمنديل، خلي منديل جنبك كده او فوطة تمسحي ايدك بيها، عشان ما نهدرش بس ايه دقيق بس على الفاضي. اهم حاجة ما تحطوش على بعض كده، خلي ايه يعني بينهم حاجات بسيطة كده. بعد كده خلاص انا خلصت الكمية بتاعتي اهو، مش هرمي الدقيق، هحطهم على الفيجيتار اللي انا عملتهم. وحبة التتبيلة دي بقى اوعي ترميهم، اوعي ترميهم في حياتك، حطهم بقى على البيض، بيخلي البانيه خطير خطير. وكمان البيضتين برضو هما مش هيعملوا لك كيلو وربع، كيلو الا ربع بانيه، لا طبعا. فحبة التتبيلة دي مع البيضتين يعني الحمد لله، يعني والله فعلا عملوا لي الكمية البانيه كله. فالتتبيلة طعمها خطيرة. ايه اللي خلاني ارميها؟ بعد كده بقى بعد كده بقى ايه اجيب بقى الدقيق بتاعي، قصدي البانيه بتاعي ولا ايه، هقوم حطاه في قلب التتبيله بتاعته، ودني ايه اعمل بيها في قلب الخلطه اللي احنا عملناها، اللي هي الفشيطار والبقسماط والكلام ده. واحط في صينيه جنبي برضو نفس ما عملنا في الطبقه الاولانيه. تمام، بعد كده هطلع حوالي مرتين، انا هعملها في البقسماط والفيجيتار، وارجع تاني احطها في التتبيله تاني، وارجع تاني في الفيجيتار. بتخليها حلوة أوي، بتديها طبقة حلوة. لو انت حبيتة تعمليها مرة واحدة تمام، انا حبيت اعملها مرتين بتبقى حلوة أوي يعني. هدني برضو مستمرة زي كده، اعمل هنا اعمل حبة في التتبيلة وارجع للدقيق تاني وارجع تاني كده يعني لحد ما تخلصي الكمية بتاعتك. اوعي ترمي التتبيلة زي ما قلتلك، جميلة، بتخلي طعم البانيه حلو أوي أوي. حتى اللي بياكلها مش عارف هل هي دي مشوية ولا مقلية ولا ايه، طعمها حلو أوي يعني. حبيتي تزودي فيجيتار، حبيتي تزودي بقسماط برضو براحتك. بس كده الحمد لله الكمية يعني خلصت كلها، وادي هي كلها. بعد كده احطهم في الفريزر على ما اخلص الرز بتاعي بقى. بعد كده خلاص انا صفيت الرز بتاعي. تمام، هنا معايا كده نص كوباية زيت، ومعايا هنا بصلة يعني حلوة متوسطة كده مبشورة ناعم، وصفي منها المية. تمام، وبعد كده معايا هنا معلقة كركم كبيرة، وتوم باودر وبصل باودر، ومعلقة معلقة قرفة، وبهارات مشكلة. تمام، هتخلي طعم الرز بتاعك حلو قوي. بعد كده انا ولعت الزيت، ولعت كده الزيت كده في قلب الحلة، وبعد كده احط البصل بتاعنا، وبعد كده ده انك قلب مستمر، ايدك مستمرة في قلب البصلة، ما تحرقيش البصلة خالص، انا عايزاها بس تدبل. وبعد كده حطيت حبة ملح كده، والبهارات بتاعتي. انا نسيت احط معلقه سكر، انت حطي بقى معلقه سكر في الوقت ده. وبعد كده مش هكمل ثواني، هحط الرز بتاعي
اوعي تحرقي البهارات عشان ما تمررش معانا. لو انت عندك بقى قرفة اللي هي العيدان حطي، بس انا بحط اللي هي الناعمة، بتدي طعم حلو قوي للرز بتاعي. والكركم. ادي معلقة السكر اهي اللي انا قلت لكم عليها، حطوها اهي. وقلبين مرقة. تمام. شوفي الحط اللي انت بتحبيه حطيه. انا حطيت حبة الملح والبهارات اهي بتاعتنا وكله كده على بعض كده وقلبته. ومعلقة الكركم الكبيرة هتخلي الرز بتاعنا حلو قوي. بلاش تحطي كاري، الكاري بيغمق الرز. الكاري بيغمق الرز قوي. تمام. اما الكركم بيبقى بيدي الرز بتاع البسمتي لون حلو قوي. بعد كده هزود المية بتاعتي. اهم حاجة المية ما تزودش مية، هي يا دوبك يتغطى بس. زي الرز المصري اللي احنا بنعمله طبعا. هو نفس الرز، اي رز زي بعض. تمام. اهم حاجة زودي مية سخنة وايدك مستمرة عشان ما يتحرقش الرز. ما بياخدش حاجة يا جماعة، ما فيش 10 دقايق وبيستوي. يعني الرز المصري بياخد وقت عن الرز البسمتي. لا، الرز البسمتي ما بياخدش وقت خالص. احنا نقعينه اصلا نص ساعة. فبياخدش اي حاجة على النار. بس اهم حاجة لما تنقعين نص ساعة بتبقى حلوة قوي. بعد كده انا غطيت خلاص الرز بتاعي. هعمل بقى ايه طبق بطاطس جميل قوي 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 من غير صلصة. تحفة تحفة تحفة، جربوها هتعجبكم قوي. انا معايا بصيتين كبار، ومعايا بصلاية وقرنين فلفل ونص كوباية زيت. تمام. ومعايا هنا معلقة ملح ومعلقة سكر وقالب مرقة. تمام. ومعايا معلقة السمنة. حبيت تعملها بزيت بس اعمليها، حبيت تعملها بسمنة بس اعمليها. معايا هنا كمون وفلفل اسود وبهارات مشكلة وبابريكا وتوم باودر بصل باودر. يلا شوية نعمل ايه مع بعض. انا قطعت كده البصل بتاعي وقطعت البطاطس والفلفل. اهم حاجة ابشر البصل. حبيت حطيت شرايح البصل حطيها. انا بشرتها عشان عندي العيال صغيرة مش بيحبوا البصل يبان في الاكل. فبعد كده حطيت الطاسة على الصينية كده على النار. وبعد كده حطيت البصل مع الزيت كده والسمنة والسكر والملح عشان يكرمل معانا. ايدك فيه مستمر. وبعد كده احط ايه الفلفل بتاعي والبطاطس. حبيت تعمليها بصلصة حطيها، بس جربيها بالطريقة دي جميلة قوي. حبيت برضه تحطي فلفل حامي حطي، وحبة شطة حطي، بس انا برضه عندي اطفال ما ينفعش احط شطة ليهم. بعد كده حطيت التوابل بتاعتي. جميلة يا جماعة، جميلة والله العظيم، تحفة تحفة تحفة. جربيها كده من غير صلصة حلوة. حبيت تعملها بصلصة برضو اعمليها. بعد كده ما كتريش مية، انا هحط كده ايه طبق صغير كده مية. وبعد كده سيبيها تاخد راحتها في السوا. بس البطاطس يا جماعة بتاخدش سوا. وحطيت كده قالب مرقة بتاعنا. غطيها بقى، بس اهم حاجة ايدك فيها على طول عشان ما تلزقش. واهم حاجة لو استوت خلاص اطفي عليها. وادي الرز بتاعنا هو خلاص قرب يتشرب كده. ايدك برضو مستمرة فيه عشان ما يشتش مننا. انا غطيت كده الرز خلاص. خلاص كده اوطي بقى النار. اوطيه خالص. وكده الرز خلاص استوى معانا. اهو استوى، ما خدش اي حاجة، بياخدش نار وبياخدش وقت اصلا. وقادر كمان البطاطس بتاعتنا ما خدتش وقت. اللي يشوفها يقول على محطوط عليها صلصة، بس هي طعمها حلو قوي. جربوها هتعجبكم قوي. انا غرفت البطاطس اهوت، وكمان غرفت الرز بتاعنا. بصي جماله ازاي. والله العظيم جميل جميل، ده الكاميرا ظلماه كمان. والله احلى من بتاع بره. تحفة يا جماعة، تحفة تحفة تحفة. انا بقى طلعت كده ايه البانيه من الفريزر وهقلي بقى. ادي اهو طلعت اللي هو من الفريزر وهقلي البانيه بتاعي. اما حاجة على نار وسط كده عشان البانيه ما يتحرقش مننا. انت حابب تعمل البانيه بتاعك صغير رفيع، اعملي الكمية اللي انت عايزاها.
والاطفال بيحبوه. ادي كده هي البانيه بتاعي قليته، عشان بس الاضاءة بتاع التليفون اهو. جميلة طبعا يا جماعة. دي مش الكمية اللي انا قليتها ديت، طبقين انا غرفتهم لجوزي وصاحب جوزي، عشان زي ما قلت لكم كده جوزي عازم صاحبه. وادي غرفت لهم كده طبقين رز كده وطبق بطاطس والسلطة بتاعتنا والطحينة والشيبسي والبانيه اهو، وحبة مخلل كده جنبهم. وادي العشاء بتاعنا اهوت، وحاجة بسيطة. اما حاجة لو عجبك طريقة الفراخ بتاعتي والرز، جربيها كده هتعجبك ان شاء الله، والبطاطس. لو ما اشتركتش في القناة اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.